الراجل حط سيف وزنه 10,000 كيلو على الأرض، حتى أمهر الناس ما قدرش يرفعه، بس بموهبته وفي 5 سنين بس وصل لأعلى مستوى في فنون السيف. قبل البطولة الكبيرة أداله معلمه سيف وزنه 1000 كيلو وقال له يشيله على ظهره دايماً، لكن الحقيقة إن وزنه كان 10,000 وهو ما كانش عارف. بدأت البطولة. الجولة الأولى كانت قطع الورق المتساقط. الولد الغني قطع 12 ورقة والخبير سيفه مسح كل الورق في لحظة. بطلنا حاول بس بعد تعب طويل قطع 4 ورقات بس والناس ضحكت عليه. الجولة الثانية أطلقوا 9 سيوف. البنت القوية هزمتهم في 3 ساعات والغني صمد ساعتين من غير ما يتقدم. بطلنا بسبب سيفه التقيل وقع بعد نص ساعة وبقى أضعف متسابق في البطولة. الجولة الأخيرة كانوا لازم يواجهوا الخبير. الغني خسر من أول حركة. البنت لعبت باحتراف لكنها انهزمت في جولتين. الخبير بعدها أطلق سيوف وأجبرت الكل يركعوا على ركبهم، لكن الراجل رفض الاستسلام. رمى سيفه الضخم بكل قوته ومشي للساحة خطوة ورا التانية متحدي مصيره، وفجأة رمى السيف مسك فرع شجرة وبيه غلب الخبير المغرور قدام عيون الكل. الناس ما كانتش مصدقه واكتشفوا إن اللي كانوا بيضحكوا عليه هو في الحقيقة معلم سيوف حقيقي. وفي الآخر كشف الحقيقة: يا سيوف تعال لي. فامتلأت السماء بآلاف السيوف الطايرة، وساعتها الكل واقف ما كانش مصدق، شايف قدامهم البطل اللي غير مصيره